سلام عليكم. بالرز ولا بالفريك؟ انا عن نفسي بحبها بالرز جدا، بس الاهم من الحشو ايه اللي يخلي الحمام بتاعنا يطلع بالمنظر ده. حرفيا اي حد بياكله عندنا بيبقى مستغرب ان ازاي وصلنا للطعم ده اللي هو احلى من المطاعم. وانا هشارك معاكم النهارده الطريقه، ومش هبخل عليكم بكل اسرار النجاح. الاهم من الشغل تظبيط الشغل زي ما بيقولوا، فنص نجاح الوصفه بتاعه الحمام ان احنا نظبط الزغلوله نفسها قبل الحشو. اول لما بتجيبي الحمام بتاعك من عند الفرارجي بنتخلص من الراس بتاعتها، وفي ناس بتحب تشيل الرقبه وفي ناس لا، احنا من الناس اللي بنحتفظ بالرقبه بتاعتنا. وبعد كده ببتدي كمان ان انا اشيل الجزء دوا من الجناح، سواء اللي في الجنب او في الطرف، وبعدين الجزء اللي ورا بنشيل الجزء دوا بالسكينه، وكمان بندخل ايدنا لجوه كده في جزء مدور كده جوه لازم يتشال. انا بصراحه مش عارفه اسمه ايه، بس هو لازم يتشال. واخر حاجه جوه الحمامه لازم برضو نتاكد ان الراجل ممكن يكون سايب حاجات جوه الحمامه نفسها، فبرضو بنشيك عليها ونشوف اذا كان في حاجه ولا لا. فلو في حاجه بنتخلص منها. تاني مرحله هي مرحله التوريق. ازاي بقى نخليها مفرغه تماما من جوه ومن غير ما تتقطع معانا؟ بنبدا من عند الرقبه. مجرد ما انا بمسك الجزء اللي هو عامل زي الغشاء دوا اللي هو ما بين الرقبه وما بين الجلد، بمسك بقى فيه وابتدي ان انا اسلكه بالراحه جدا، بحيث ان هو يطلع بطريقه متصله. شويه بشد من ناحيه الجلد وشويه بشد من ناحيه الرقبه لغايه لما هيطلع معايا. اثناء ما حضرتك بتشدي كده ممكن تقابلي جزء زي دوا كده، ده يعتبر دهون مش من ضمن الغشاء اللي احنا بنشيله. سيبيه زي ما هو كده كده هينزل في مرحله السوى لغايه لما هتطلع معاكي بالمنظر ده كده على بعضها. في المرحله دي بقى هنبتدي ان احنا نقلب الحمامه خالص من الناحيه اللي تحت. ده الجزء اللي احنا بقى هنفرغه بتاع البطن. مجرد ما حضرتك بس بتحاولي تدخلي صبعك كده عشان خاطر يعني تمسكي اول جزء فيها، وبعدين ببتدي بباطن الصوابع ادخل الباطن بتاع الصبع مش ناحيه الضوفر عشان الجلد بتاعي ما يتقطعش. ابتدي بقى ان انا امشي بالراحه جدا زي برضو من فوق، بحيث ان انا اسلكها تماما بالمنظر ده. يعني خليكي ايه في الحته دي صبوره كده وبالراحه عشان تطلع معاكي سلك. انا متاكده ان محدش هيقولك التركيه دي. لما تيجي تشتري اصلا الحمامه من عند الفرارجي قولي له ما تعملهاش في ميه السخنه اللي هي المغليه بتاعه الفراخ، لا خلي الميه سخنه بس تكون اقل من المغليه. لو هو نضفها لك بالميه المغليه وبشرك ان الجلد وحضرتك بتحاولي انك تورقيه كده مش هيتورق معاكي وهيتقطع. بعد كده ببتدي ان انا اعمل الاختبار دوا، وده بياكد لي هنا ان انا خلاص يعني ورقت الحمامه بتاعتي كويس قوي، هي تملى الميه كده. اخر حاجه بقى هنا ببتدي كمان ان انا ارجع الجزء ده من الجناح لورا عشان طبعا لما نيجي نحشيها يبقى اسهل علينا. وبعد كده بقى محلول النقع، هنا بحط ملح وقرفه وورق لورا سكر، وبحط كمان عصير الليمونه والليمونه نفسها، وممكن كمان بدل الليمون وعصير الليمون لو عندك برتقان برضو بيبقى حلو جدا. واخر حاجه شويه دقيق، وهقلب بقى ده كله مع بعضه وهحط فيه الحمام بتاعنا اللي احنا نضفناه كويس قوي وشطفناه، وهنقع الكلام ده مثلا حوالي ساعه. بعد بقى مرحله النقع ببتدي ان انا اشطف الزغاليل بتاعتي كويس قوي، وبعدين بصفيها بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده كده في مصفى وعلى مناديل، بحيث ان هي تمتص اي سوائل زياده او لو في مثلا بقايا دم او حاجه بتتخلص منها تمام. حاجه هنا اخيره وبرده دي تركايه مهمه جدا ومحدش هيقولك عليها برده، ان احنا عند الظهر مش البطن، خدي بالك. ببتدي ان انا اخرم كده الحماميه عن طريق خله رفيعه، وده عشان خاطر وهي بتستوي يبقى زي متنفس ليها فما تفرقعش مننا. الحشو هبتدي اول حاجه انزل بالسمنه بتاعتي وبعدين البصل. انا بشره البصل ناعم جدا لان انا ما باكلش البصل زي ما انتم عارفين بس يعني ممكن اكله بالطريقه دي. من هنا بنقلب بس البصل تقليبتين كده، يعني يعتبر بندبله حاجه بسيطه، مش بشوحه مش بحمره. وبعدين ببتدي ان انا انزل عليه بالكبد والقوانص بتاعه الحمام اللي احنا مقطعينها بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده صغير. بعدين ببهر فقط بفلفل اسود وشويه ملح. في المرحله دي طبعا بتكون الكبد بتاعتي لسه طريه، لو قلبنا كتير ممكن ان هي تتهرى مننا، ففقط ان احنا بنقلب كده تقليبه بسيطه لغايه لما تبتدي ان هي لونها يتحول كده للون البني وتنزل الميه بتاعتها. ابتدي بقى ان انا اقلب فيها لغايه لما تستوي. هعرف منين ان هي استوت؟ ان الاقي القعر بتاع الطاسه بتاعتي كده فيها سمنه مش ميه كده، يبقى تمام هي استوت. وهنزل بقى بالرز المصري الجميل بتاعنا دوا، والرز هنا بيكون مغسول فقط مش منقوع. هنا المرحله دي بقى ركزي معايا في التسويه بتاعته بتكون عامله ازاي. احنا هنا مش عايزين نسوي الرز، احنا هنا بنحضر الحشوه لان اوريدي في مرحله تانية هيتسوى فيها الرز.
الرز، فده كده تسويه جزئيه. فمجرد ان انا الاول ببتدي ان انا اقلب الرز بتاعي مع السمنه بقى عشان ياخد النكهه بتاعه السمنه والكبد والقوانص كويس قوي لغايه لما يوصل للمرحله دي كده، ابتدي ان انا انزل كميه ميه صغيره جدا، يعني تقريبا ربع كميه الرز بتاعتك بتكون ميه، ومش بنغطيه زي مثلا تسويه الرز العادي، لا ببتدي ان انا اقلب واقف شويه صغيرين واقلب، يعني طول ما انت واقفه جنب الرز هتفضلي انك تقلبي فيه باستمرار. مجرد ما يتشرب الميه بتاعتي يبقى كده تمام، انا مش عايزه اكتر من كده. هبتدي ان انا ارفعه من على النار واسيبه يبرد كويس جدا. بعد بقى لما يبرد تماما هبتدي ان انا احشي الحمامه بتاعتي. اول جزء طبعا سهل جدا اللي هو الجزء الداخلي بتاع الحمامه دوت. اهم حاجه عندي كميه الرز ما تتعداش مثلا نقول 3/4 الحمامه، طبعا لسه هيكبر اثناء السوى، فطبعا بتبقي محتاجه مساحه عشان خاطر تسيبي الرز بتاعك يكبر فيها. بعد كده بقى المكان اللي احنا ورقناه عند البطن، واسهل طريقه هنا الايد، يعني حضرتك بتحاولي تاخدي بالايد مش المعلقه وبتدخلي شويه، والايد الثانيه بتحاولي تزقي بيها، يعني اعتقد الفيديو هنا هيكون موضح اكتر بكتير من اللي انا بقوله. لما بتحطي شويه حلوين بتبتدي كمان تنزلي بايدك كده لغايه منطقه الرقبه. واهم حاجه هنا ما نزودش كميه الخلطه بتاعتنا، ليه؟ عشان خاطر اثناء السوى طبعا الرز هينفش لما يجي يستوى، وبعدين ممكن جدا يخليها تفرقع، احنا طبعا مش عايزين ده يحصل. فشايفين الحمامه مثلا احنا يعني يعتبر كانها فاضيه، بس ما تقلقيش دلوقتي هتتنفخ وهتبقى جميله زي اول الفيديو. مجرد ما بوصل للشكل ده كده كمان ببتدي بقى ان انا اكتف الحمامه، مش عايزه الرز يطلع، فده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بدخل الرجلين بتاعتها في الجزء اللي بيكون مفتوح من الجلد من تحت. حتى لو ما لقيتيش فتحه ممكن تعملي فتحه صغيره بالسكينه، تدخلي الرجل الاولانيه وبعدين الرجل الثانيه تحت الرجل الاولانيه، كده بقت الحمامه بتاعتنا تمام. هكمل بقى الكميه كلها بنفس التكنيك دوت، وبعدين هنبتدي نحضر الميه بتاعه السوى اللي احنا هنسلق فيها الحمام بتاعنا. ميه السلق بقى بتاعتنا بحط فيها ورق لورا وبصل وشويه ملح، اكتر من كده ما بحطش اي حاجه. ببتدي ان انا اقفل الغطا الحله بتاعتي واسيبها تغلي كويس قوي، لان احنا هنا محتاجين ان مجرد ما الحمامه بتاعتي تنزل تتقفل من سهوله الميه دي. خدي بالك بقى احنا بننزلها ازاي؟ بننزلها على منطقه الظهر، وشايفين هي عملت ازاي اول ما نزلت؟ كانها كده ايه، مسكت نفسها وانتفخت كده، اتشدت. هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. ملاحظه مهمه جدا هنا، حتى لو حضرتك عامله كميه كبيره ما ينفعش تحطي الحمام فوق بعضه، لا لازم يكون في رقه واحده كده عشان خاطر برضو ما يفرقعش مننا اثناء السوى. هو اخد معانا مثلا حوالي نص ساعه. بتعرفي طبعا ان هو استوى او لا ممكن عن طريق الجناح بتاعه. مرحله بقى التحمير مهم جدا، حاجتين. اول حاجه ان انا اسيب الحمام بتاعي يبرد تماما قبل مرحله التحمير عشان ما يبقاش هو سخن وكمان الزيت بتاعي سخن، فالاثنين يلزقوا في بعض كده ويتفرقع وكل اللي احنا عملناه يبقى باظ. الحاجه الثانيه اسخن كويس قوي سواء الزيت والسمنه اللي انا حطيتهم على بعض دول قبل لما احط الحمام. احنا ما بنحطش زي المطاعم الجاهزه كميه زيت كتير قوي كده وكاننا بنقلي الحمامه، لا هي بصراحه مش محتاجه كل دوت. وبعدين ببتدي ان انا انزل بقى بالحمام بتاعي واسيبه ياخد اللون اللي انا عاوزاه، واقلب لغايه لما الحمامه بتاعتي كلها تتحمر كويس قوي لدرجه اللون اللي انا حباها، لغايه لما توصل معانا للدرجه دي كده. وبيبقى فاضل لنا ان احنا نملحها زياده كده بعد لما نخلص بشويه ملح وشويه فلفل اسود، مش اكتر من كده، مش محتاجه بهارات كتير. طبعا يعني شايفين شكلها عامل ازاي، بيتحدث عن نفسه حرفيا. ولا واحده بقى فرقعت ولا الرز طلع بره، الرز نفسه مستوي كويس جدا وفي نفس الوقت يعني مش معجن، وحاجه كده في منتهى الجمال. وقولوا لي بقى بتحبوها بالرز ولا بالفريك؟